الآن من جراء هذا التلوث. أما بصورة الوضع في الحسكة المدينة فكان هناك طوقة أمنية اليوم بشكل غريب جدا، وقامت مدفعية فوج المليبية بقصف المناطق الواقعة بالقرب من جبال عبد العزيز إلى الجنوب الغربي بعد انشقاق من 5 من أبرز صف ضباط وعسكريي ذلك الفوج. أما في رأس العين في قرية علوك قام الأهالي بالعودة إلى القرية بعد أن هدأت الأوضاع نسبيا وخفت حدة الاشتباكات، وتوصل الجيش السوري الحر وقوات حزب العمال الكردستاني إلى هدنة تنص بأنهم يد واحدة ضد هذا النظام وإنهم أبناء وطن واحد. هذه الهدنة تم توقيعها قبل قليل منذ ساعة تقريبا، وقد قاموا بقراءتها في ساحات المدينة، وفرحة الآن تعم أهالي مدينة الحسكة بالعودة عن الوضع في مدينة القامشلي في تحميس حملة دهم واعتقال واسعة شنتها عصابات الأمن ظهر اليوم في قرية تل حميس والخليل لكبار الشخصيات وجهاء القرية بتهمة التعامل مع الجيش السوري الحر. أما في القامشلي فتوجه قبل قليل دبابة تي 75 برفقة سيارة دوشكا وناقلة جند باتجاه قرية أبو ذويل مسقط رأس الشهيد تامر السبعاوي. هذا وتفرض عصابات الأمن طوقا أمنيا حول القرية منذ مساء أمس. أما أيضا في حسكة المدينة فكان الوضع الميداني سيء جدا، كان هناك حواجز تقطع أوصال المدينة بشكل غير مسبوق، حاجز البانوراما يعزز بالدبابات ومصفحات الشركة، وأيضا هناك تواجد أمني كثيف جدا داخل المنطقة طبعا. وهذا الاتفاق أخي علي بين الجيش السوري الحر وبين قوات البي كي كي وحزب العمال الكردستاني أثلج صدور الأهالي في محافظة الحسكة بعد أن هدأت الاشتباكات وعادت الحياة إلى طبيعتها. ندعو أهالي مدينة رأس العين الذين نزحوا إلى الجانب التركي بأن يعودوا إلى مدينتهم، فهي أصبحت آمنة والحمد لله، وبعد توحد القوى المقاتلة والتي كانت يعني من حزب العمال الكردستاني ومن قوات الجيش السوري الحر. وهذا البيان أصدره القياديين في الجيش السوري الحر والمجلس العسكري الذين استطعنا التواصل معهم باتصال شخصي مع قائد المجلس العسكري وأيضا ضباط بارزين في الجيش السوري الحر. طيب، يعني ماذا بقي إذن الآن بعد أن توحدت الجهود، وبالتالي هي يفترض أن تتوحد لأن الظالم واحد والمظلومين هنا السوريون من كرد وعرب وآشور وسريان وغيرهم، فماذا بقي؟ أقصد عن الشبيحة، شبيحة هذا الشبيح اللي عندكم الفارس وجماعة النظام، هل ما زالوا يعني يبذرون الخوف والرعب بين المواطنين؟ هل لا زال لهم مواقع أم انحسر وجودهم بعد، لأنه كانوا يستغلوا الخلاف بين بعض الأطراف الكردية والجيش الحر؟ نعم أخي علي، يعني الآن انحسر وجودهم وبدأ يتلاشى بعد توحيد الجهود، ولكن نحن والجيش السوري الحر وحزب العمال الكردستاني أكد بأنه سوف يسلم عناصره الذين ارتكبوا جرائم بحق الجيش السوري الحر وأيضا بحق الناشطين، وسوف يحاكم كل من تلوثت يده بدماء الشعب السوري، وكل من قام بخرق بنود الهدنة سوف يحاسب، إن كان من حزب العمال الكردستاني، إن كان من جماعة محمد فارس، إن كان من أي جماعة. فسوريا والسورية فوق الجميع، ووحدة الوطن فوق الجميع، ولن نسمح أي شيء ليقسم وحدتنا الوطنية وليقسم سوريا. نحن لن نسمح. أكراد محافظة الحسكة وأهالي محافظة الحسكة نحن مع الوحدة الوطنية، والحمد لله يعني بعد هذا التوحد هناك فرحة الآن بين الأهالي. هذا شيء جميل ونبارك هذه الخطوة سلار. وبعجالة كون الوقت يدركنا، طرحنا سؤال في أكثر من مكان بأنه بغياب السلطة المركزية أو القمع الأسدي بالتالي يحدث هناك فراغ، فهل يا ترى يتوجه السكان من أجل تشكيل لجان محلية أو إدارات محلية أو لجان إغاثية أو إلى آخره كما في المدن الأخرى والمحافظات الأخرى من أجل إدارة المنطقة لئلا يحصل فراغ؟ وماذا بهذا الشأن إذا لديك معلومات؟
سيد علي، يعني الآن الحمد لله بدأت البوادر تظهر في محافظة الحسكة بداية من الريف الشرقي في الهول. الآن أهالي المنطقة يقومون بإدارة المنطقة وتأمين المساعدات وحماية المنطقة وتشكيل دوريات أيضا لحماية المنطقة ومجالس محلية في كل من المدن في محافظة الحسكة بغية توحيد الجهود وأيضا للتحضير للمرحلة الانتقالية بإذن الله تعالى. هذا جميل جدا. وإذا الهدوء عاد إلى الحسكة. أشكرك جزيل الشكر.